السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في عدد جديد اليوم من الحمامات المعدنية في ولاية الطارف. اليوم رانا في حمام معدني سيدي جاب الله، راهو متواجد في بلدية بحيرة الطيور طريق بلدية الشافية. تابعوا معنا. في قلب الطبيعة الهادئة لولاية الطارف وبين غاباتها الوارفة وتلالها الخضراء ينبع سر من أسرار الشفاء. إنه حمام سيدي جاب الله، ذلك المكان الذي تختلط فيه بركة الأرض بعطر التاريخ وتتعانق فيه حرارة المياه بحرارة الإيمان. على بعد كيلومترات قليلة من بلدية بوثلجة يلوح الحمام كواحة دافئة وسط سكون الجبال. من بعيد يبهرك بخاره المتصاعد كأنفاس من الأرض، يخبرك أن هنا تنبض الحياة منذ قرون. تحيط به الغابات الكثيفة ومياه الينابيع التي تنساب في صمت لتروي أرضاً عرفت بصفائها وجمالها الطبيعي الفريد. هنا يجتمع صوت الماء مع تغريد العصافير في مشهد يذكرك بأن الجمال لا يصنع بل يولد من رحم الطبيعة. يروى أن اسم الحمام يرتبط بولي صالح يدعى سيدي جاب الله، عاش في هذه الأرض الطيبة وكان رمزاً للتقوى والعلم، وما تزال قصصه تروى بين أهالي المنطقة كبركة تحرس المكان وتمنحه هالة روحانية تجعل الزائر يشعر بالسكينة قبل أن يلامس الماء. منذ القدم كان الحمام مقصداً للعابرين والمريدين وملتقاً للراحة والعلاج والذكر، ولذلك ظل الاسم خالداً في ذاكرة الناس. حمام سيدي جاب الله، مزيج من الإيمان والماء والإنسان. تتدفق من باطن الأرض مياه حارة غنية بالمعادن تعرف بقدرتها على علاج أمراض المفاصل والروماتيزم والجلد. هنا يأتي الزوار من مختلف أنحاء الجزائر بل ومن دول الجوار طلباً للعافية، فيغمرون أجسادهم في حوض طبيعي بينما يغمرهم إحساس بالراحة لا يوصف. الحمام ليس مجرد وجهة علاجية بل تجربة إنسانية كاملة، حيث يجتمع الدفء الجسدي بالصفاء الروحي وتغسل الهموم كما تغسل الأجساد. لكن ما يحافظ عليه إلى اليوم هو حب الناس وارتباطهم به كجزء من ذاكرتهم الجماعية وكموروث شعبي لا يشيخ. حمام سيدي جاب الله ليس مجرد عين ماء بل نافذة على روح جزائرية أصيلة تربط الماضي بالحاضر والإيمان بالطبيعة. كل قطرة من مياهه تروي حكاية إنسان مر من هنا بحثاً عن الشفاء فوجد السلام. تبقى جمالية المكان والإنسان هي عنوان الحكاية. السلام عليكم، أنا نور الله، جيت من تونس عند أقاربي في ولاية الطارف. حكاوا لي على حمام سيدي جاب الله بكونه أنه حمام استشفائي وحمام طبيعي، فقررت اليوم أنه عائلتي باش نجوا للحمام. كانت زيارة غاية في الروعة، والاستقبال متاع اللي يخدموا في الحمام كانت محلاها برشا، وبالفعل هو حمام غاية في الروعة. ونطلب من الناس اللي موجودين في الجزائر بصفة عامة أنهم يجوا لهذا الحمام وللطبيعة ويزوروا ولاية الطارف لأنها ولاية غاية في الروعة، وأهل الجزائر كلهم ربي يبارك لهم. الماء هذا يعالج الأمراض الجلدية خاصة والروماتيزم، وخاصة الأمراض الجلدية بصفة عامة. توافد المواطنين كل ولايات الوطن يعني يجيوه، معروف حمام معروف، ولايات تاع الوطن الكل يجيوها. المميز في هذه المواقع يعني مواقع المنابع الحموية وهذه البلديات الطبيعة الساحرة. إذا الموقع ساحر والمكان جميل جدا، ممكن يستقطب الآلاف من المواطنين عشاق السياحة الحموية وكذا عشاق الطبيعة للاستمتاع بهذه المناظر وكذا الاستمتاع بالمنافع الصحية لهذه المياه الحموية التي تعالج الكثير من الأمراض وكذلك توفر الراحة للإنسان.